عسلامة ومرحبا بكم. هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. بحوزته عروض قطرية ضخمة، توغاي يورط هيئة الترجي. تتواصل فترة راحة الفريق بعد انهاء الموسم في المركز الثاني وضمان مشاركة متجددة في رابطة الأبطال الإفريقية، وفي المقابل تتواصل مجهودات لجنة الانتدابات من أجل الغربلة الشاملة والقيام بالتعزيزات المطلوبة قبل دخول الفريق في التحضيرات نهاية الأسبوع الحالي استعدادا للبطولة العربية اللي يستهلها الترجي يوم 27 جويلية الحالي بمواجهة الاتحاد السعودي. الترجي أعلن رسميا عن انتداب متوسط ميدان منتخب النيجر يوسف مارو ومتوسط ميدان اتحاد المونستيري حسام الطقال، وسيقع الإعلان كذلك على انتداب أسامة سيلي، فيما تم تقديم مهاجم الأولمبي البلجي أسامة بوغرة. الترجي حاول استغلال الفرصة جيدا للتوقيع مع أبرز لاعبي البطولة المحلية في انتظار مزيد الانتدابات الأخرى وخاصة على مستوى الهجوم من القارة الإفريقية. رهانات الترجي المقبلة تفرض على لجنة الانتدابات الإسراع في القيام بالتعزيزات حتى يشارك المنتدبون الجدد في التحضيرات، بما أن الفريق يبدأ أولى الرهانات يوم 27 جويلية الحالي ضمن البطولة العربية، ثم المنافسة المحلية في الموسم الجديد اللي ينطلق يوم 19 أوت القادم حسب بلاغ الجامعة، ومن بعدهما المشاركة في السوبر ليج الإفريقي وبعده رابطة الأبطال الإفريقية في نسختها الجديدة، واللي يحظى الترجي خلالها بامتياز هام من خلال ما أكده الاتحاد الإفريقي بمنح الأندية المشاركة في السوبر ليج مبدأ الدخول مباشرة ضمن دور المجموعات لرابطة الأبطال دون خوض الأدوار التمهيدية. أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة الترجي وتساؤلات الجماهير حول مصير الانتدابات والغربلة جعلت المدير الرياضي طارق ثابت يوضح عديد النقاط في حوار على الصفحة الرسمية للفريق، أكد خلاله أن الموسم المنقضي كان استثنائيا وهو ما جعل الترجي يتراجع ويفرط في لقبه بعد 6 سنوات. ثابت أكد أنه المسؤول الأول رفقة رئيس النادي والإطار الفني على ملفات تجديد العقود الانتدابات وخروج اللاعبين، وبين أن هدف رئيس النادي في الموسم الجديد هو عودة هيمنة الترجي محليا وقاريا، وهو ما يفرض التريث في الانتدابات وعدم التسرع والانسياق وراء الطلبات المالية المجحفة لبعض اللاعبين، خاصة أن الانتدابات لا تتجاوز 10 لاعبين بما في ذلك 4 أجانب حسب قوانين الجامعة. الترجي يخسر خدمات كل من بن رمضان وحمد الهوني وكوليبالي بعد نهاية عقودهم ومغادرتهم، إلى جانب باقي عملية الغرب اللي ستشمل عديد اللاعبين في الفترة المقبلة. يمكن القول إنه هيئة الترجي الرياضي قد فشلت فشلا ذريعا خلال المواسم الأخيرة على مستوى التعامل مع عقود اللاعبين، وهو ما جعلها تخسر المليارات جراء الخروج المجاني لأغلب النجوم. الترجي يدخل اليوم مرحلة بناء جديدة لاستعادة السيطرة، وذلك يتطلب استراتيجية عمل مدروسة لعل أهم عناصرها النظر في عقود بعض اللاعبين على غرار الدول الجزائرية. محمد أمين توغاي اللي ينتهي عقده في جوان 2024 وبالتالي بإمكانه إبرام عقد مبدئي بداية من جانفي المقبل. توغاي بحوزته عرض مغري من نادي المرخية القطري اللي يضم بوسيني كوليبالي إلى جانب عرض مالي كبير من السد القطري أيضا، وهو يعتبر أحد أبرز الأجانب اللي راهن عليهم الترجي في الموسم القادم، وهو ما يفرض على إدارة النادي حسم ملف اللاعب هذه الأيام، إما بالتفريط فيه ونيل عائدات مالية هامة أو تجديد عقده قبل أن ينسج على منوال غيره ويكون خروجه مستقبلا بالمجال.